سلام الاصدقاء والصديقات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وكدوز نهاركم في احسن حال. شحال هادي ما حطيتش شي فيديو في يوتيوب، سو اليوم ان شاء الله قلت ندير شي حاجه خفيفه ظريفه بحال هكاكم، زعما بحال هكا بدايه للرجوع ان شاء الله. وكنتمنى هاد البدايه تكون بدايه اللي موفقه ان شاء الله وما نعاودش نحبس مره اخرى. سو الكونسيبت ديال هاد الفيديوهات اللي غنبقى ندير ان شاء الله داكشي ديال الضحك، الترفيه، شي حاجه اللي فيها ابتسامه بحال هكا، ونبدلوا شي شويه الجو والقصص. المهم اي حاجه اللي فيها الترفيه محترمه زوينه تقدر تفرج فيها انت والعائله ديالك، ما كاينش مشكل. داكشي باش كنقول لك الا مازال ما اشتركتيش في القناه هبط تشترك، اش كتسنى؟ ما خسرتي والو، وفعل داك زر الجرس باش توصل بالجديد في الوقيته اللي غنلوح. وما تنساش تتابعني على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام، راه غادي نخلي لكم الرابط ديالهم في صندوق الوصف. وبلا ما نطول عليكم يلا نبداو على بركه الله. اغرب 8 ديال الوظائف في العالم، وظائف سهله مهله وفيها فلوس صحيحه، وظائف اللي كلشي كيحلم بها سواء قاري سواء ما قاريش، يعني وظائف اللي يا سلام. واول وظيفه هي متذوق الطعام. يا سلام، تخيل معايا انت دابا تكون كتاكل الماكله وكتخلص، شكون بحالك اصاحبي؟ شكون بحالك؟ بحال واحد الشركه استراليه اعلنات عن طلبها موظف تذوق الطعام مقابل 50,000 جنيه استرليني. باينه خوتي بزاف ديال الفلوس، انا غنحسبها في المونتاج وغنكتبها لكم هنايا شحال. زائد المزايا خوتي راه الهربه، راه ما تصدقوش. كتعطيه الشركه تذاكر مجانيه للسفر لامريكا الجنوبيه والشرقيه والاسيا والاقامه في هاد الدول، وكتسمح لي انه يتحرك فيها بكل حريه. يا سلام، هادو هما الخدامين اللي بغينا حنا، ما بغيناش شي حاجه حنايا اخرى. حنا بغينا غير بحال هكا صافي، نحبس انا اليوتيوب ونحبس الانستغرام وهادشي كامل. سعدات واخوتي هذا اللي غيخدموا، والله حتى سعدات. والصراحه ما كرهناش حتى حنا بحال هاد الخدامين نبقاو نشوفوهم في المغرب. الوظيفه الثانيه هي مدفئ السرير في الفنادق، يعني كتنعس وتخلص. يا سلام، تخيل معايا انت ناعس وكتخلص، ما عليك غير تمشي للغرفه واحد الساعتين وثلاث السوايع قبل ما يجي الزبون، كتدفي ليه الفراش باش تي لا دخل يلقاه دافي وما يضربوش البرد. مرحبا بالزبائن سيدي، الله يعمر الزبائن. لو كليون ايطان غوا، انت مالك في هذا الفندق، انت هو الملك راه ماشي هو الزبون. والخلصه اخوتي 24,000 دولار في العام. واش عارفين شنو هي 24,000 دولار؟ يعني تقريبا 24 مليون. هي جاتك شي مليون، 2 المليون للشهر. انا بديت كنت في الحساب اخوتي 2 المليون للشهر على انك تنعس في السرير. شكون بحالك اصاحبي؟ زائد المزايا، انا نقول لكم دابا المزايا وغتصدموا. الاقامه الكامله في الفندق وداخله معاها الماكله، وكيعطوك حتى المصروف ديال الترفيه. يعني شوف الناس فين تيفكروا اخوتي، يعني كيفكروك حتى في الجانب الترفيهي ديالك، يعني خصك تنعس وتاكل وترتاح وتفوج. يا سلام. الوظيفه الثالثه هي الوقوف في طابور الانتظار. هذه الخدمه الناس اللي ما عندهم ما يدار، الناس اللي ديما عاصرين في راس الدرب. ايوا تبقى عاصر نهار كامل وانت واقف، اللهم سير شد النوبه لشي واحد سواء في العماله ولا في البلديه ولا في المقاطعه ولا في البنكه ولا فين ما، في جهنم الحمراء وكتخلص. والخلصه اخوتي ما غاديش توقعوها شحال، 1000 دولار للسيمانه. اخوتي هادشي راه الهربه اخوتي، انا راه يهرب ليا في مورا هذا الفيديو. انا 1000 دولار للسيمانه يعني تقريبا مليون اخوتي للسيمانه. هذا راه ما كيشداش المدير ديال البنكه براسو هذه. وإلا كانوا عندك كليان كثار، يعني انت كنتي انسان يعني اللي عصار، يعني عزيز عليك العصير ديالو بصح، راه تقدر تجمع بزاف ديال الكليان. يعني تقضي غرض المول المقاطعه تحيدوا عليك، تمشي عاوتاني تقضي غرض المول البنكه، تقضي غرض المول البلديه، يعني تبقى دوز 3 4 ديال الكليان في النهار، راه غادي تحسبها في السيمانه تلقى كتدخلك 5 6 المليون. راك انت وليتي وزير اخويا، انت احسن من وزير كاع، واقف مرتاح بخير وانت كتخلص. الله يرزقنا بحال هاد الخدامين. دعيو اخوتي، دعيو معنا، الله يرزقنا بحال هاد الخدامين. الوظيفه الرابعه اللي هي البكاء في المآتم والجنازات. هذه الناس البحاطيه، الناس البكايه، الناس اللي غير على سبه غير تقيسو يبدا يبكي. يعني خاصك تحول هذه الهوايه انت اللي عندك اولا هذه الميزه تحولها للخدمه، يعني انت كتبكي وتخلص في نفس الوقت. كاينين الناس اللي ما عندهم لا عائله لا صحاب لا حتى حاجه، يعني فاش كيقرب يموت كيمشي عند شي شركه اللي مكلفه بهذا الشيء ديال الجنازات وكيقول لهم بغيت الناس اللي يبكيو ليا في الجنازه ديالي ويمشيو معايا. يعني كتمشي في الجنازه وانت كتبكي وكتنوح بحال ميت لك باك ولا خوك ولا شي واحد، وانت المهم راك كتبكي وقاضي الغرض. يعني يقدر داك السيد كاع اصلا يبقى فيك وانت كتبكي وداير الاجر وهادي بخير، يعني رابح في الدنيا وفي الاخره. يعني والوظيفه الخامسه تجهيز حقائب السفر. يعني هذه الناس اللي لاباس عليهم ما عندهمش الوقت فين يوجدوا لي فاليز ديال السفر او لا هذه، ولا عندهم الباجاج كثير. انت الوظيفه ديالك هي انك تستف معاهم الباجاج، يعني انت كتهنيهم من داك الباجاج. ما عليك غير تستف الباجاج في البواز، شكون بحال يعني انت غتخيل راسك انت هو اللي مسافر وكتستف الباجاج وكتخلص. يعني واحد الخلصه اللي ما سهلاش، الخلصه اللي ما كيتخلصهاش الاستاذ المدير. 250 دولار للساعه، يعني شي 2000 تقريبا و500 درهم للساعه. راه يعني الا خدمتي غير مع واحد 5 العائلات في النهار غناك الله، غناك الله يا اخي، بصحتك هانئا لك. الخدمه السادسه اللي هي دافع الركاب. الصراحه بحال هاد الخدمه خصها تكون عندنا في المغرب بحال ما كاينه في اليابان. يعني الوقيته اللي كيخرجوا الموظفين والناس اللي كيقراو وكتكون الدنيا عامره، ما يمكنش الطوبيس ولا التران ولا هادي تحرك بلا ما يتسدوا كاع البيبان. يعني انت مالك غير التكاليف من هذا المزيان والدفع وانت كتخلص. يا سلام، يعني كاين خدامين الصراحه اللي يحاربوا بهم البطاله، يعاونوا بهم بنادم، زعما راه ماشي
تعاونوا معنا الله يخليكم الاخوان. الخدمه السابعه اللي هي مطارده القرده. هذه الخدمه الصراحه صالحه الناس اللي النهار ما هما كيتشايروا بالحجر. يعاود ما تبقى انت وصاحبك النهار كله نتوما كتضاربوا بالحجر وتصدق شي نهار دامغ وتجي مو في الليل كتبرى، واش دي ولدك راه مغليه ولدي، وتجبد الصداع لوالديك والروينه. سير صاحبي تخدم، سير لشي منطقه جبليه فيها القرده ولا منطقه سياحيه. راه كاين الناس اللي ما كيحملوش القروده، كيشفروا لهم السكان ديالهم ولا يشفروا لهم داكشي اللي كياكلوا. يعني كيعنكشوهم. انت الخدمه ديالك هي انك تطردهم تجري عليهم. يعني شكون بحالك ها انت خدام كتير بالحجر وهو كتخلص؟ شكون عطاك هذه الخدمه؟ شكون؟ واخر وظيفه هي متذوق الشاي. يعني هذه الخدمه يقدروا يخدموها كاع المغاربه، حيت كاملين كنشربوا اتاي 3 حتى 4 المرات في النهار وما كاينش مشكل. ما عليك غير انك تعطيك الشركه انواع ديال الشاي مختلفه وكتقول لهم شكون الماركه المزيانه، شكون اللي ماركه اللي ناقصه، شكون اللي مجهد، شكون اللي خفيف. يعني خدمه سهله ماهله وكتخلص فلوس صحيحه. وكيصيفطوك تسافر لبلايص كثار في العالم باش تكتشف انواع الشاي وتقول لهم واش يصلح لهم هذا النوع ديال الشاي ولا لا. يعني خدمه مسافر شارباتاي بخير وعلى خير. كيما شفتوا هذوما الخدامين اللي كانوا عندنا اليوم، خدامين اللي بساط ما فيهم حتى حاجه وفيهم فلوس صحيحه. فقبل ما نسالي هذا الفيديو بغيتكم تهزوا معايا الدعاء، يا ربي تسهل لنا في شي خدمه تاعنا بحال هذه اللي تكون سهله ماهله وفيها الفلوس. قولوا امين اخوتي، قولوا امين. ولاد الخدامين تاعنا يدخلوا عندنا للبلاد بحال هكا تاعنا المغرب هنايا، شي واحد خصو شي واحد يبكي ليه في شي عزو، ولا شي واحد يعاونو في تستاف الحوايج، ولا شي واحد بغاني يندق ليه الماكله، راه مرحبا زعما راه موجود راه كاين. يعني وما غاديش نطلب لكم داك الثمن اللي داير اللي قلت لكم هنايا، ثمن رمزي. يعني غير تعاملوا معنا الخوت، راه القضيه. وما تنساوش تكتبوا لي في التعليقات شنو هي الوظيفه اللي عجباتكم ما بين هذه الوظائف. يعني شكون الوظيفه اللي ارتحيتوا ليها وقلتوا ما كرهناش نخدموا بحال هكا. وكنتمنى الفيديو يعجبكم، وإلا بغيتوا بارت 2 وبارت 3 في هذا الشيء مرحبا قولوا لي في التعليقات الاجزاء اللي بغيتوا اجزاء اخرين او لا شي ستيل ديال الفيديوهات بحال هكا. وكنتمنى الفيديو يعجبكم وتهلاو. قال لك اسيدي هذا واحد الدري صغير كل نهار كيمشي للبنكه وكيدخل الكونت ديالو 500 درهم. الموظفين تعجبوا قالوا كيفاش هذا مازال دري صغير وعنده هذا الرزق كامل، وهما يمشيو يقولوها للمدير. وقال لهم المره الجايه منين يجي صيفطوه لعندي نتفاهم معاه يدخل فلوسه كامل في دقه واحده ونزيدوه فوائد. راه باينه فيه شي واحد ملعق وخصنا نستافدوا منه. الغد اللي كي جا الدري الصغير دخلوه عند المدير قال له فاش خدام ولدي؟ قال لي هذاك ما خدامش. اييه منين كتجيب هاد الفلوس كل نهار؟ وجاوبوا الدري والو، غير كنتحدى الناس وكنتخاطر معاهم والرهان كيكون ب 500 درهم وديما كنربحهم. المدير قال لي كتكذب، غير قول الحق منين كتجيب هاد الفلوس؟ قال لي الدري واخا تخاطر معايا على 500 درهم انني نبوس عيني؟ قال لي المدير واخا نتخاطروا. جبد الدري عينو اصطناعيه غير مركبها باسها ورجعها. المدير خسر الرهان وعطى 500 درهم. رجع الدري الغد ليه وهو يعيط ليه المدير، قال لي وصافي هذيك هي المخاطره اللي عندك؟ قال ليه الدري لا، بغيتي تعاود تخاطر معايا مرحبا نعاودوها. وقال لي المدير سير اسيدي نتخاطروا. قال ليه الدري نتخاطروا 500 درهم انني نعض ودني. المدير مشى كيقلب ودنيه كيشوف واش حقيقيين. قال لي صافي سير مخاطرين. وهو يحيد الدري فمو غير مركب وهو يعض به ودنه وخسر المدير المره الثانيه. رجع الدري النهار الثالث قال لي المدير اجي لهنا بغيت نرجع فلوسي دابا. قال لي الدري مرحبا نعاودوا نتخاطروا، وإلا ربحتيني كاع نعطيك فلوسك وإلا خسرت ما تعطيني والو. اش بان لك؟ قال لي المدير مرحبا. قال له الدري نتخاطروا ان داك الشورت اللي لابس لتحت زرق. المدير فرح وقال لي لا ماشي زرق. الدري قال له يلا تبت لي بلي ماشي زرق. حيد المدير سروالو وقال له ها انت شوف. رجع ليه الدري فلوسه وخرج فرحان كيضحك. قال لي المدير ما كتضحك راك خسرتي زعما. قال ليه كنضحك حيتاش مخاطره مع كاع الموظفين اللي عندك ب 1000 درهم الواحد باللي غادي نهبط لك سروالك. ايوا تهلا.